يا عم انا كل ما امشي على عادة جديدة ما بستمرش فيها وبحس باليأس، ما بقدرش اكمل فيها. حاولت اخصص جزء من يومي عشان اتعلم مهارة جديدة وما واظبتش عليها، حسيت اني ما لقيتش نتيجة. مشكلتي اني مش عارف اواظب على عادات جديدة خالص. المشكلة ديت سببها ان احنا ما عندناش نظام كويس لبناء العادات، بناء العادات اللي نقدر نواظب عليها مهما حصل، ونضمن ظهور تأثير العادات ديت اللي ساعات بياخد اسابيع وشهور وساعات سنين عشان يبقى ليها اي تأثير في حياتنا. ازاي نبني عادات ونواظب عليها ونبعد عن العادات السيئة اللي احنا مش عايزينها في حياتنا؟ ده السؤال اللي بيجاوب عليه كتاب Atomic Habits، اللي بيوريك نظام كامل لبناء اي عادة جديدة. فتعالى معايا نشوف الكتاب بيقول ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة الكتيب. وفكرة القناة بكل بساطة ان احنا بنقرأ كتاب ونيجي نلخصه لكم. لو حابب تحصل على الاستفادة اللي بتلاقيها في الكتب من غير ما تقرأها، فتأكد انك عامل سبسكرايب للقناة واعمل لايك على الفيديو بالمرة، وتعالى نخش في الموضوع على طول. العادات ليها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا، رغم ان تأثيرها بياخد وقت طويل عشان يظهر. بس انت لو سألت اي حد من الناجحين ازاي وصل للنجاح ده، غالبا هتلاقيه بيقولك ان عاداته هي اللي وصلته. بس ازاي نبني عادة جديدة او نتخلص من عادة سيئة موجودة عندنا؟ كتابنا النهاردة بيعلمنا النقطة دي، وبيبدأ يقولك ان في 4 قوانين اساسية لبناء اي عادة. اول حاجة make it obvious او خليها واضحة. تاني حاجة make it attractive، خليها جذابة. تالت حاجة make it easy، خليها سهلة. رابع حاجة make it satisfying، خليها مرضية. من غير كلام كتير تعال نخش على اول قانون على طول. القانون الاول make it obvious او خليها واضحة. اول خطوة محتاجين نعملها عشان نبني اي عادة جديدة او نتخلص من اي عادة قديمة هي اننا نسجل العادات بتاعتنا اصلا. نسجل الحاجات اللي احنا بنعملها في يومنا. الكاتب بيقترح عليك انك تعمل حاجة زي سكور كارد كده، او حاجة بتكتب فيها عاداتك من اول ما تصحى لحد ما تنام. في الفترة ديت من تسجيل العادات انت ما بتعملش اي حاجة غير انك بس بتلاحظ عاداتك ماشية ازاي. انت بتلاحظ افعالك وسلوكياتك، بتلاحظ وقتك بيروح فين، وبعدها بتبدأ تكتب العادات اللي انت عايز تمارسها، العادات اللي انت مهتم بالوصول للتأثير بتاعها. واول نصيحة الكاتب بيديها لنا عشان نبدأ نمارس العادة ديت هو اني احط ميعاد لازم لممارسة العادة ديت. مثلا بدل ما اقول ان انا هبدأ اتعلم حاجة جديدة، احدد الوقت اللي انا هتعلم فيه في انهي يوم من الاسبوع. مثلا وليكن انا هبدأ اتعلم انجليزي، فبدل ما اقول ان انا عايز اتعلم انجليزي وخلاص كده، اقول ان يوم الاثنين بالليل من الساعة 9 للساعة 10 انا بذاكر انجليزي. وده على رأي الكاتب بيزود احتمالية انك تقعد فعلا وانك ما تكسلش. انت خلاص اديت لنفسك ميعاد فانت لازم توجب بيه. ديت اول نصيحة من انك تحاول تخلي العادة واضحة. النصيحة التانية اللي الكاتب بيبدأ يتكلم عليها هو انك تشوف عادة انت اصلا مداوم عليها وتروح رابط بعدها عادة جديدة. لو فرضنا انك بتتغدى كل يوم الساعة 5 وانت عايز تبني عادة جديدة لنفسك وهي انك تغسل سنانك، فالاحسن انك كل يوم بعد ما تتغدى تروح غاسل سنانك بالمرة. الكاتب بعد كده بيبدأ ينتقد التحفيز وبيقول ان البيئة غالبا هي اللي بتغلب في بناء اي عادة. وهنروح بعيد ليه؟ دلوقتي انت مثلا عايز تمارس عادة القراءة وبقيت متحمس جدا ليها، ففي اول يوم مسكت كتاب وقريته كله، وتاني يوم مسكت كتاب وقريت نصه، وتالت يوم ما فتحتش اي كتاب وبقالك اسبوع دلوقتي ما بتقراش. التحفيز والحماس هنا كانوا حاجة كويسة في الاول بس مش هتعرف تكمل عليهم. لو انت استغليت تحفيزك وحماسك في انك تغير البيئة اللي انت قاعد فيها، مثلا في الحالة ديت انك تجيب مكتبة وترص الكتب بحيث ان هم يكونوا دايما قدام عينك، ده على رأي الكاتب هيسهل عليك جدا فكرة انك تمسك كتاب وتقرأه وفكرة انك تواظب على القراءة. مثال تاني برضو، في دراسات بتقولك ان المنتجات اللي بتتباع في السوبر ماركت اللي موجودة على الرف اللي في مستوى العين بتتباع اكتر بكتير من المنتجات اللي موجودة في حتة تانية. وده منطقي، المنتجات دي بتبقى واضحة قدام عينك وسهل قوي انك تجيبها. وزي ما احنا ممكن نستعمل الفكرة ديت عشان نبني عادة جديدة، برضو ممكن نستعملها لصالحنا. هو احنا بنحاول نبعد عن عادة سيئة. مثلا لو انت مش عارف تذاكر عشان كل شوية ماسك الموبايل، يبقى سهل جدا انك تبعد الموبايل عنك او انك تخليه في اوضة تانية لحد ما تخلص. كده انت غيرت البيئة بتاعتك وكده انت بتغير عاداتك. نفس الفكرة ديت برضو لو عندك مشكلة في انك تبعد عن التلفزيون، لو حاسس ان التلفزيون بيشغل حيز كبير جدا من وقتك، فالاحسن انك تنقله اوضة تانية. الهدف انك تغير في البيئة بتاعتك، فتحط شوية عقبات بس على الاقل تمنعك عن ممارسة العادة السيئة دي بس. وده كان القانون الاول لبناء اي عادة والبعد عن اي عادة سيئة، اللي هو كان make it obvious، خليه واضح. القانون الثاني لبناء اي عادة جيدة والبعد عن اي عادة سيئة هو make it attractive
أو خليها جذابة. مع الوقت ومع الحماس في الأول ممكن تحس إن ممارسة أي عادة سهلة جدا، بس مع الوقت هتمل وتزهق وتحس إن الموضوع بقى تقيل جدا. لو أنت خليت عقلك ينجذب لممارسة العادة ديت هيبقى بالنسبة لك حاجة سهلة جدا إنك تبدأ في ممارسة العادة دي. أول نصيحة الكتاب بيقدمها لنا في القانون ده وهي إنك تربط العادة اللي أنت عايز تعملها مع عادة أنت حابب تعملها. مثلا دلوقتي لو أنت حابب تشوف ماتش كورة بس في نفس الوقت أنت عايز تروح الجيم، عايز تبقى صحي، في حالة زي ديت ممكن تجمع ما بينهم، ومثلا في الحالة ديت تشوف الماتش في الجيم على موبايلك مثلا، وكده تكون جمعت بين الاتنين وربطت الجيم والحياة الصحية بمشاهدة الكرة اللي انت بتحبها اصلا. تاني نصيحة الكتاب بيقدمها لنا في القانون ده وهي انك تحط نفسك في ثقافة او في بيئة الناس بتعمل العادة ديت او بتشجع على ممارستها. اكيد انت قبل كده لاحظت عادة معينة عند شخص ما وهو بيتكلم مثلا بيستعمل لفظ كتير مثلا، واستغربت من الحوار ده لحد بعدها بفترة لقيت نفسك بتمارس نفس العادة اللي هو بيمارسها دي، وطريقة كلامك بدأت تقرب من طريقة كلامه. وهنا الكاتب بيقولك لو انت حابب تمارس مهارة جديدة الأحسن تشوف حد بيمارس المهارة ديت وتساعدوا بعض. نفس الفكرة ديت بالظبط هتساعدك جدا في البعد عن أي عادة سيئة. مثلا لو شخص بيدخن وطول عمره قاعد مع ناس بتدخن فاحتمالية انه يبطل تدخين قليلة جدا، وهتبقى عادة صعبة عليه جدا انه يبطلها. فالأحسن انه يبدأ يحط نفسه في مجتمع مختلف، مجتمع كاره للتدخين. وبس. ده كان القانون الثاني لبناء أي عادة والبعد عن أي عادة سيئة، اللي هو كان make it attractive أو خليها جذابة. القانون الثالث بقى لبناء أي عادة والبعد عن أي عادة سيئة هو make it easy أو خليها سهلة. أول فكرة الكتاب بيتكلم عليها في القانون ده هو تحاول على قد ما تقدر تبعد المعوقات اللي بتخليك ما تمارسش العادة دي. مثلا لو انت بتروح الجيم والجيم بعيد عنك فده هيبقى معوق ليك وحاجة هتخليك تكسل انك تنزل للجيم. لو انت غيرت مكان سكنك مثلا او غيرت الجيم اللي بتروح له بحيث ان هما الاثنين يكونوا قريبين من بعض، دي حاجة هتشجعك جدا في انك تبدأ في العادة دي، ومش تبدأ بس لا تواظب عليها كمان. تاني حاجة في القانون ده زي ما اتكلمنا عن ان ازاي تغيير البيئة من اهم الحاجات اللي ممكن تغير سلوكياتنا، انك تغير البيئة بحيث ان هي تسهل عليك ممارسة عادة معينة، دي من اهم الادوات اللي الكتاب بيتكلم عليها. لو انت عايز تبطل اكل مضر مثلا وعايز تواظب على اكل الفاكهة، فمن احسن الحاجات اللي انت ممكن تعملها هي انك تعين الاكل اللي انت مش حابب تاكله في حتة مش واضحة، وانك تطلع تفاحة مثلا وتحطها في حتة انت دايما شايفها. ساعات في يوم من الايام تحس انك مش عايز تمارس اي عادة تماما، ساعات بتحس انك منطفي كده او مش عايز تعمل اي حاجه. في الايام اللي زي ديت الكاتب بيقولك لا، ما تبطلش ممارسه العاده، بل اخلق من العاده ديت نسخه مصغره، نسخه سهله. وفي الكتاب ده الكاتب بيتكلم عن حاجه اسمها The 2 Minute Rule او قاعده الدقيقتين، اللي بتقول ان انت لو انت مش حابب تمارس عاده معينه في يوم معين الاحسن انك تقنع نفسك بانك هتمارس العاده ديت لمده دقيقتين فقط وبعد كده توقف، بحيث انك على قد ما تقدر ما تقطعش التأثير التراكمي اللي هينتج عن ممارسة العادة ديت بعدين، وفي نفس الوقت تحس ان هي سهلة عليك. الكاتب برضو بيقولك ان انت وانت بتتبنى اي عادة جديدة تستعمل القانون ده، قانون ال 2 Minute Rule، وانك تكبر من عنده تدريجيا. يعني مثلا لو حد حابب يمارس عادة القراءة في اول يوم يقرأ صفحة واحدة بس اللي هي تقريبا دقيقتين، ويحاول يفضل مواظب على الصفحة ديت لمدة 5 أيام أو أسبوع، وبعد الأسبوع ده بعد ما اتعلم إزاي يواظب على العادة ديت يبدأ يكبر المدة اللي هيقرأ فيها. وعلى النقيض بقى لو إحنا عايزين نبعد عن أي عادة سيئة فهنعمل عكس القانون ده، وهنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نخلي العادة ديت صعبة. مثلا في المثال اللي إحنا اتكلمنا عليه، لو أنت عينت التلفزيون بتاعك في حتة هيبقى صعب عليك قوي إنك تفتح التلفزيون وتشتت بيه. وبكده نكون اتكلمنا عن القانون الثالث لبناء أي عادة وإنهاء أي عادة سيئة، اللي هو كان make it easy خليها سهل. القانون الرابع بقى make it satisfying أو خليها مرضية، وده بيشتغل على إنك ترجع للعادة ديت تاني، وده بإنك مثلا تكافئ نفسك بعد ممارسة العادة ديت. الكاتب بيبدأ يتكلم عن إن إزاي السلوكيات اللي بتكافئ بتتكرر، وإزاي ممكن نستغل حاجة زي ديت لصالحنا. من أحسن الحاجات اللي هتخلي ممارسة العادة والحرص عليها مرضية هو انك تعمل حاجة اسمها هابت تراكر. مثلا انك تجيب نتيجة وتعلم على الايام اللي انت مارست فيها العادة دي، وساعتها هتلاقي نفسك لوحدك بتحرص على انك ما تضيعش يوم من ممارسة العادة دي. وافتكر ان كده احنا بني ادمين وغالبا هنغلط، وفي يوم من الايام هننسى نمارس العادة دي او هننشغل عنها. بس لو ده حصل حاول على قد ما تقدر ما تقعش في الخطأ ده مرتين ورا بعض،
حاول على قد ما تقدر ما تتعودش على ده. وكده يكون القانون الرابع لبناء اي عاده او البعد عن اي عاده سيئه، وهو make it satisfying او خليها مرضيه. وكده نكون اتكلمنا سريعا عن الاربع قوانين الاساسيه لبناء اي عاده والبعد عن اي عاده سيئه، وهما make it obvious خليها واضحه، make it attractive خليها جذابه، make it easy خليها سهله، واخر واحده make it satisfying خليها مرضيه. وبس كده نكون لخصنا كتاب اتوميك هابتس للكاتب جيمس كلير. لو حلقه النهارده عجبتك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه، لان ده فعلا بيساعدني. وقول لي في الكومنتات ايه العاده اللي انت بتحاول تبنيها دلوقتي. وبس كده اشوفك في حلقه الاسبوع الجاي، وسلام.